السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي يكون روتين خفيف ظريف، تحضيرات اللي كنحضر مع ماما فاش كنكونوا مجموعين. قلت علاش لا نشارك معكم هذا الفيديو. اجواء عائليه بامتياز، صراحه وصفات جد سهله. معظم ديال الوصفات عندي على القناه ديالي. غادي نخلي لكم مثلا العجينه ديال البيتزا وكذلك العجينه ديال البطبوط. خليكم معايا باش تعيشوا معايا هذه الاجواء الرائعه. كنتمنى لكم رمضان كريم، شهيه طيبه وافطار شهي. ما تمشيو فين، خليكم معايا لنهايه الفيديو فضلا وليس امرا. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. هنايا كما كتشوفوا معايا بديت بالحشوه ديال البيتزا. هنا درت الفلفله حمراء مع البصل، كتجي هاد الحشوه رائعه. ممكن ديروا نتوما الكفته، ممكن ديروا الطون، انا غادي ندير الكفته. هنايا كنشحرهم يعني في نفس الوقت حتى كيتشحروا ليا مزيان، وكنضيف الكفته وعاد غادي نضيف التوابل. بالنسبه للتوابل غادي نخليها لكم كذلك في صندوق الوصف. هنايا انا عندي الكفته ديال اللحم، الا عندكم ديال لدند ممكن تستعملوها، عندكم ديال الدجاج كذلك ممكن تستعملوها، دائما على حسب المتوفر عندكم. وبالنسبه للكميه انا ما درتش هنايا شي كميه كثيره، تقريبا هنا واحد 200 غرام صافي. وكنخليها حتى كتشحر مزيان مع هذا البصل هذا والفلفل الاحمر. ممكن نتوما ديروا الفلفل الاخضر. هنايا غادي نزيد راس معلقه ديال الفلفل الاسود، غادي نزيد هنايا راس معلقه صغيره ديال الكركم، غادي نزيد هنايا راس معلقه ديال الكمون. هاد العطريه هذه كتواتى بشكل كبير مع هاد الحشوه. وغادي نوضع شويه ديال الكركم. سمحوا لي وضعت شويه ديال السودانيه في الاول. بالنسبه للعجينه ديالي هذه سبق لي وحضرتها معكم، هي كذلك والصلصه. هاد الصلصه كتجي خطيره ديال البيتزا، كتجي زوينه بزاف، كتجي زوينه هاد العجينه ديال البيتزا. يعني هي هانتوما رطبه، كنخرجها من المجمد وكنعمرها، كندير منها ميني بيتزا وكندير منها بيتزات كبار. صافي هنايا غادي ندهنها كامله وغادي نجيب الحشوه. بالنسبه للفرماج اللي مستعمله انا مستعمله الفرماج ديال الموتزاريلا والفرماج الاحمر. ممكن نتوما تستعملوا اي فرماج عندكم، ماشي شرط يعني يكون عندكم هاد الانواع، دائما على حسب المتوفر عندنا. هنايا الحشوه ديالي ها هي واجده، كتجي زوينه هاد الحشوه هذه. ممكن نتوما تعوضوها بالطون، ولكن حتى تحيدوها من فوق النار وزيدوا معها الطون. هنايا زدت رشه ديال الزعتر فوق الصلصه ديال الطماطم وحطيت الحشوه. وهنايا غادي نزيد باقي المكونات. هنايا كما كتشوفوا وضعت الفرماج، وضعت الزيتون الاخضر مقطع، وضعت واحد الرشه ديال الزعتر. الزعتر هو السر باش تجيكم البيتزا زوينه. صدقوني هاد البيتزا جات ولا اروع، جربوها ما غاديش تندموا. واللمسه ديالي اللي كتخليها كذلك كتجي لذيذه وكتجي محرحره بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحار. كندير هاد الصلصه ديال الساندويتشات ديال الطاكوس، وهاد الصلصه هذه انا كنديرها في بزاف ديال الوصفات كتجي خطيره. غادي ندوز هنايا لهاد ميني بطبوط، هاد البطبوط الوالده اللي صاوباتو. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وغادي نحتاج حبه ديال المطيشه، 2 علب ديال الطون، وعندي هنايا الخس اللي غسلته جيدا بشويه ديال الخل اولا بشويه ديال العصير د الحامض على حسب المتوفر عندكم. وغادي نقطعهم. غادي نزيد المكونات الاخرى كما غادي تشوفوا معايا. كيجي خاوي هاد البطبوط من الداخل، كيجي غزال وخفيف. هنايا كما كتشوفوا قطعت الخس، انا كنقطعو رقيق كما كتشوفوا. هنايا عندي مطيشه، 2 علب ديال الطون، الزيتون مقطع. غادي نحتاج كذلك واحد شويه ديال الصلصه اللي غادي ندهن بها البطبوط كما قلت لكم عديده الاستعمالات. وعندي هنايا المايونيز غادي نضيفها كذلك لهاد الحشوه. غادي نحتاج شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الملح. وغادي نخلط هاد المكونات كامله. بالنسبه للزيت ديال الطون كنصفيه تقريبا، كنخليه غير واحد المعلقه باش كيبنن ديك الحشوه وكتجي بنينه. مازال عندي بزاف ديال الحشوات غادي نشاركهم معكم، وعندي كذلك على القناه الحشوات ديال البطبوط. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، لانني صراحه عندي بزاف ديال الوصفات على قناتي. كنتمنى انكم تدخلوا وتشوفوهم، فعلا وصفات في المستوى
وشي حاجه اللي اقتصاديه وزوينه. هنايا غادي نزيد شويه ديال صافي هنايا الفلفل غادي نخلط الاسود. هاد المكونات كامله. بالنسبه لهذا الفيديو بغيت نحطه معكم لحقاش صراحه بزاف ديال الوقت ما كنحطش معكم في القناه. هنايا غادي نزيد شويه ديال الفلفل الحار، شويه ديال السودانيه، ممكن تعوضوها بالهريسه كما قلت لكم. شحال هذه ما حطيتش معكم. وعندي القناه ديالي فيها بزاف ديال الفيديوهات، وكذلك خاصه بهذا الشهر الكريم ان شاء الله غادي نبقى نحط لكم في المنتدى ديالي اللي بغى يشوف هاد الوصفات. هذاك الشيء علاش ما بغيتش نكثر عليكم ونعاود نحط معكم، ولكن ضروري خاصني نعاود نشارك معكم لانني مده هذه ما بقيتش كنحط في القناه ديالي بزاف. هنايا حطيت شويه ديال الصلصه ديال الساندويتشات، وهنا غادي نبدا ندهن بها غير واحد الكميه قليله. صدقوني راه كاينين شي حويجات اللي رغم انها كتجي شي شويه غريبه ولكن راه كتواتى مع هاد الحشوات هذه. صافي وهنايا كنعمر تقريبا واحد المعلقه هكا كبيره. كنحاول هكا ناخذ من مطيشه، من الطون، من الخس، باش كيجي يعني البطبوط ديالنا عامر وزوين. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو غزالين، غير جربوهم ما غاديش تندموا. وبحال هاد الاشياء كيبغيوهم هكا الدراري، وحتى حنايا صراحه كنبغيو شي حويجه هكا اللي كتكون زوينه ومالحه. صافي غادي نكمل البطبوط ديالي كامل حتى نعمرو، غادي تشوفوه معايا كيفاش كنقدمو. هانتوما شوفوا ما شاء الله كيجي غزال شكلا ومذاقا، خفيف ظريف. وهاد البطبوط هذا ناجح 100%. غير نصيحه فاش تعجنوا البطبوط في المرحله الاولى خليوه يخمر مزيان. كل ما خمر لكم البطبوط مزيان كل ما كان احسن، وكل ما كانت النتيجه يعني زوينه. صافي هنايا هانتوما شوفوا. صافي هنايا غادي نخليكم ونرجع معكم. صافي هنايا حطيت الزميطه اولا السفوف اولا التقاوس، كل واحد وكيفاش كيعطيها الاسم. هنايا غادي نحط التمر، غادي نحط الشباكيه، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال اللي قسم الله. المهم بنادم هكايا يعيش هاد الاجواء ديال الاجتماع العائلي، وفي الصراحه ما كاينش ما احسن من التجمع العائلي، وما كاينش ما احسن من اللمه ديال العائله. هاد الشهر هذا صراحه معروف بهاد المبادرات هذه، ومعروف بهاد صراحه التقاليد ديالنا المغربيه، وبزاف ديال التقاليد يعني ماشي غير في المغرب حتى في الدول العربيه يعني كنبقاو محتفظين بهاد التقاليد هذه. صراحه الله يخطيها علينا التقاليد. خليكم مع الفيديو وسمحوا لي ما بغيتش نطول عليكم. هنا كما تتشوفوا معايا بالنسبه لهاد القنينطات هاد القنينطات صراحه الوالده اللي صاوبتهم، ولكن عندي حتى انا في القناه هاد القنينطات ديال الروز. وبالنسبه لهادو اللي مصاوبين بالكركاع غادي نحط لكم كذلك الرابط ديالهم. غادي ندير لكم بزاف ديال الروابط في صندوق الوصف. وصفات سهله وتعجبكم بزاف وترضي جميع الاذواق. صافي هنايا ملي كنقليوهم كنديروا لهم شويه د العسل. بالنسبه فاش تكونوا غادي تقليو هاد القنينطات اللي كيكونوا خارجين من المجمد، ضروري الزيت ما تكونش سخونه، تحطوا فيها وتنقصوا العافيه وتخليوهم يتقلاو مزيان باش يجيوكم يعني طيبين من الداخل، يعني سخانين من الداخل ومقرمشين من برا. ودائما فاش تبغيو توضعوا المره الثانيه حيدوا الزيت تبرد وعاودوا ردوها. وهنايا البيتزا هانتوما كيفاش كتجي خطيره. العجينه ديالها كتجي خفيفه وكتجي زوينه بزاف. هانتوما كما كتشوفوا غير جربوها ما غاديش تندموا ابدا. دائما كنحضر معكم الوصفات الناجحه من مطبخي اللي كنكون مجرباها بزاف ديال المرات عاد كنشاركها معكم. صراحه البيتزا حتى هي كتكون دائما حاضره لان الوليدات كيبغيوها بزاف. صافي هنايا غادي نخليكم ونرجع معكم، ما تمشيو فين.
وصلنا للنهايه ديال الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبيله ديالنا اللي حضرنا اليوم. المهم كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، خفيف ظريف. رجعت لكم به باش ان شاء الله نحط لكم بزاف ديال الوصفات على قناتي. ما بقى لي الا نقول لكم كما كنقول لكم دائما: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه ورمضان كريم.